صباح الخير او مساء الخير على حسب الوقت اللي هيوصل لكم في الفيديو. مكملين طبعا مع بعض سلسلة النواعم بتاع العيد، والنهاردة هنعمل مع بعض البسكوت، وهنعمله بالقمع وكمان بالمكنة عشان اللي عنده مكنة وعايز يشتغل بيها، والاتنين بيدونا نتيجة حلوة قوي. يلا تعالوا احنا نشوف المقادير معانا والطريقة. معايا المقادير: كوبايتين زبدة او سمنة، انا حاطه كوباية زبدة وكوباية سمنة، كيلو دقيق، ربع كوباية لبن، كوبايتين سكر بودر، 5 بيضات، معلقتين نشا وفانيليا، ومعلقة صغيرة نشادر. عند الزبدة طبعا حتى لو هي بدرجة حرارة المكان برضو بتبقى متماسكة في الخلاط، مش بيمشي فيها كويس، فهسيحها شوية بالشوكة، وبعدين كده وبعد كده اجيب المضرب الكهربائي واضربها شوية لحد ما لونها يبقى فاتح وقوامها يتقل معايا شوية. هضرب شوية في السمنة لوحدها لحد ما تضاعف حجمها ولونها يبقى فاتح وكريمية كده. هنزل عليها السكر واقلب السكر، هنزل السكر كمية السكر كلها الكوبايتين، واقلبهم كويس بالاسباتولا عشان السكر ما يطرش في وشنا واحنا بنضربه بالمضرب. اقلبه كويس كده، وبعد كده افضل اضرب فيها شوية حلوين لحد ما السكر يدوب معانا والسمنة مع السكر تبقى كريمية. انا ضربت شوية لحد ما وصلت للنتيجة دي، السكر داب كويس معايا، وبقت الخليط بقى عندي زي الكريمة اللي بنزين بها الحلويات. هجيب ال5 بيضات وهحط عليهم معلقة فانيليا، وانزل ببيضة واحدة، وبعدين اقلبها كويس، واول ما تختفي في الخليط احط البيضة التانية. تمام لحد ما اخلص ال5 بيضات بالطريقة دي. احط البيضة واضرب شوية تختفي، احط اللي بعدها على طول لحد ما اخلصهم كلهم بنفس الطريقة دي. بعد ما خلطت البيض مع المكونات اللي عندي السمنة والسكر، هجيب معلقة صغيرة نشادر ادوبها مع ربع كوباية اللبن، وهنزلها على الخليط واضربها بالمضرب، اضرب شوية بالمضرب الكهربائي لحد ما اللبن يختلط بالمكونات اللي معايا. هبتدي بقى انخل الدقيق شوية بشوية واقلب بالاسباتولا. انا حطيت شوية دقيق وبعد كده هحط معلقتين النشا واقلب، يعني كل ما احط شوية دقيق ابتدي اقلبهم لحد ما يختلطوا مع بعضيهم. هحط كمان، انا هنا حطيت معلقة ونص كاسترد، ده بيعزز لي اللون، يعني لو مش عايزين تحطوا عادي مفيش مشاكل. هبتدي بقى الم العجين بايدي عشان الاسباتولا تقل على الاسباتولا، مش هعرف الم بيها. هبتدي بقى الم بايدي، وانا مش بعجن، انا بلم بس. بكمل باقي الدقيق معايا، ده اخر حاجة في الدقيق، وبلم بقى العجين لم كده، مش بعجن خالص، ده البسكوت مش بيتعجن. وده شكل العجينة بعد ما لمتها كده وبقت حلوة طرية. يا دوب كيلو الدقيق على قد المقادير اللي انا عاملاها. العجينة طرية وحلوة، تنفع اعملها اشكلها بالقمع، وتنفع اعملها في المكنة. وهوريكم كمان انا هعمل شوية بالقمع وشوية بالمكنة. خدت حتة عجينة وحطيت عليها معلقة كاكاو. هبتدي اشكل بالقمع الاول. العجينة طرية وسهلة معايا والشكل حلو. هشكل شوية بالقمع وبعد كده هحط المكنة واعمل في المكنة عشان اوريكم اللي عنده مكنة ممكن يشتغل بالمكنة على طول، واللي ما عندوش مكنة ممكن يشتري القمع الصغير ده ويشكل بيه العجينة على طول، برضو سهل وحلو في التشكيل. بشكل بالطريقة دي، وده شكل الصواني بعد ما مليتها. انا عملت صينيتين بالقمع وهوريكم بالمكنة كمان. وده شكل البسكوت بتاع المكنة، طالع حلو برضو وشكله حلو. والمكنة فيها كذا رسمة، يعني الرسمة اللي انتوا تحبوا تشتغلوا بيها
اشتغلوا بيها، رسمتها حلوة، اللي عنده المكنة يشتغل بيها. هي بتنزل عجين معايا من الجنب عشان انا مش مكبرة يعني مش حاطة الموس كله او مش واخدة الرسمة كلها، عشان صبع البسكوت ما يبقاش عريض قوي، تديني الرسمة الحلوة دي. وهشكل كمان من العجينة البني شوية برضو بالقمع، وهعمل منها في المكنة. العجينة بتتشكل معايا يعني كويس، ما فيهاش اي صعوبة، حتى لو بالقمع والقمع صغير في ايدي ما فيش اي صعوبة، شكلها حلو قوي، ما يعني عجينة مرنة وحلوة. وده شكل البسكوت بعد ما طلع من الفرن، نسيت اصوره في الصواني، بيطلع جميل كده، بيتخبز على درجة حرارة 180 درجة. ده بسكوت المكنة. والالوان دي طبعا ده حرية شخصية، ممكن ما تعملوش الوان، تعملوه كله لون واحد. والتاني ده بتاع القمع اللي عملناه في الاول، طلع بسكوتة جميلة وناعمة وحلوة. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير واشتراك في القناة. اشوفكم على خير، باي.